ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على كتاب المقدس ديال الصابئة المندائيين الموجودين حاليا في العراق. غادي نعرفوا ماشي تكون هذا الكتاب بالإضافة إلى بعض كتب أخرى بشكل مختصر وسهل باش الفيديو ما يكونش طويل بزاف. هذا الكتاب سميتو الكنز ربا أو الكنز العظيم أو الكتاب العظيم. تيقولوا الصابئة أن هذا الكتاب هو صحف آدم عليه السلام، والكتاب في مواضيع كثيرة عن نظام تكوين العالم وحساب الخليقة بالإضافة إلى أدعية وقصص. وتتكون الكنز ربا من بابين، باب أيمن وباب أيسر، وكل باب تتكون من عدة صحف، وكل صحيفة تسموها سدرة، وتكون هذه السدرة من عدة قطع تسموها إبواتي أو بواتا، لتتعادل تقريبا صورة في القرآن الكريم. تقول الصابئة أن كتاب كنز ربا لم ينزل دفعة واحدة، بل أوحي بصحفه للأنبياء ليتبعثوا فيهم، ابتداء من آدم عليه السلام وانتهاء بيحيى عليه السلام. وتقولوا أن أول من كتبوا على الورق هو سيدنا إدريس عليه السلام. من مصادر أخرى إدراشة يحيى أو تعاليم يحيى، في تعاليم حياة نبي الله يحيى عليه السلام. كاين مصدر آخر هو القلسطة، وهو كتاب عقد الزواج ويتعلق بالاحتفالات والزواج والخطوبة. كاين مصدر آخر هو سدرة إيدين شماتا أو صحيفة الروح، تتعلق حول التعميد والدفن والحداد وانتقال الروح. وكاين كتاب دينونان فيه قصص بعض الروحانيين، وكاين نيانيا مسباتا فيه طقوس التطهير. هذا بشكل مختصر. لا عجبك الفيديو ما تنساش دير الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.